جرت عشية اليوم الثلاثاء مراسم دفن بوعبيد المعتصم فوق خزان مائي بجماعة أولاد يوسف بإقليم بني ملال، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم وفقا لمعطيات حصلت عليها مغرب 24. فقد تمت مراسم الدفن في سرية تامة، حيث تم إغلاق الباب الرئيسي للمقبرة بينما أدخل جثمان الفقيد من باب جانبي. وأفادت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية فرضت تطويقا أمنيا على محيط المقبرة لضمان مرور عملية الدفن دون حضور عمومي أو تغطية إعلامية. ويشار إلى أن بوعبيد كان قد دخل في اعتصام فوق خزان مائي لمدة تجاوزت 20 يوما قبل أن تتطور الواقعة إلى مأساة، بعدما اعتدى على عنصر من الوقاية المدنية حاول مساعدته واحتجزه لساعات قبل أن يسقط هذا الأخير من أعلى الخزان. في أعقاب ذلك حاولت عناصر الدرك الملكي الصعود لتوقيف بوعبيد، غير أنه ألقى بنفسه من أعلى الخزان وكان قد لف حبلا حول عنقه ليتم نقله على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة في الساعات الأولى من صباح اليوم.